ايه ده؟ بدون مبالغه ده احلى حواوشي انا اكلته السنه دي. انا جايبك بقى النهارده في عابدين، هاكلك حواوشي بالمخاصي وحواوشي بالنخاع وشويه حاجات كده محدش بيعملها غير المكان ده. مكان اسمه بيت اللحوم، موجود في عابدين في شارع الشيخ ريحان قدام حلواني الشرقيه على طول. الصبح جزار وبالليل بيشتغل مشويات من اللحمه بتاعته، فانت هتاكل لحمه نظيفه ومضمونه من ايد اشيك جزار في مصر. بيعمل كمان كفته وطرب وسجق وستيك. تعالوا بقى اوريكم اكتر حاجه عجبتني. الاكل هو وصل. عايز اقول لكم ان ريحه الاكل لوحده يعني انا جوعت عليها. ده كده ده الحواوشي اللي هو القرمه. بص تعالى هنا معايا، شايف كميه اللحمه هنا عامله ازاي؟ وده الحواوشي اللي هو بالمخاصي. حلو. وده الحواوشي اصلا اللي جابني هنا اللي هو بالنخاع. بص بقى يا معلم، تعالى كده عندي، قرب. خلينا نبدا بده. اول حاجه حواوشي يعني طحينه. ايه ده؟ حلو قوي. دسم شويتين. بيعملوا هنا كمان بص ريش، حاجه كده من الزمن الجميل، طعمها حكايه. بص بص قرب عليا، قطع بسهوله. ودي برضو حته ستيك. بص بقى الحته دي عامله ازاي، قرب كده. ده ستيك مشوي على الفحم اهو. ده اللي هو كان بيقطعه واحنا بنعمل الحواوشي. بص يا باشا، بص حته الستيك، بص معايا كده، بمنتهى السهوله مع الطحينه دي. دوس. حته اللحمه لما تبقى نظيفه ومن مكان مضمون، تاكل حاجه فعلا هي مزيكا في بقك. حرق شويه. ده اللي هو القرمه، ده حواوشي القرمه. الحواوشي اللي على القرمه ده اشهر حاجه عنده، وبيعمله حلو قوي. بيجيب قطعه لحمه يقطعها قطع صغيره تتبل ويحطها على لحمه الحواوشي، فانت بتاكل رغيف حواوشي اكسترا لحم. مزيكا. الفلفل اللي هو حاطه ده، هو قال لي انا ما حطلكش كتير وضرب في نافوخي. امال لو كان حط كتير بقى. خلينا نجرب الحواوشي اللي هو بالمخاصي. كانش على ذوقي قوي حواوشي المخاصي. بيجيب مخاصي متنضفه ومتقطعه ويحطها على الحواوشي، فكره صايعه، بس انا حبيت التانيين اكتر. ده ميكس جديد بالنسبه لي. انا عموما بحب الاكل الحرش، بس انا اللي مزجني قوي الحواوشي بالنخاع وبعديه حواوشي القرمه. هم كمان بيعملوا صواريخ. ده صاروخ كفته. بص شكله، او الشكل ده لوحده يخطف قلبي. ده طرب، لا ده الطرب. خلينا نضرب في الطحينه ونقول بسم الله. بسم الله. يخرب بيت الحلاوه. بصوا يا جدعان من الاخر، طالما اللحمه نظيفه ومن مكان مضمون، انت هتاكل اكل يبسطك. ده السجق بتاعهم برضو. ده صاروخ سجق. تتبيله السجق هنا رايقه قوي. صاروخ كفته زي ما بيقول الكتاب. عيش نظيف، تسويه محترمه، لحمه نظيفه، ولا غلطه. عرفتوا ليه انا بحب الاماكن الصغيره اللي مستخبيه دي؟ والله العظيم بتعمل كواليتي انا ما بلاقيهوش في اماكن كبيره كتير. انا بقالي كتير قوي ما اتبسطتش في تصوير زي ما انا اتبسطت هنا النهارده. انا قايم من هنا مبسوط. اكتبوا لي بقى في الكومنتات دلوقتي عايزين اصور فين الفيديو الجاي، وانا كده خلصت. سلام.